السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله مع بعض يا سنة 6 هنحل تدريبات الدرس الأول وكمان الدرس التاني تدريبات كتاب الأضواء. طبعا الدرس الأول والتاني دول موجودين في المفهوم التاني في الوحدة الثالثة، والمفهوم ده بعنوان الحرارة وتغيرات الطقس. هنبتدي بحل تدريبات الدرس الأول صفحة 43. يلا بينا نبتدي. السؤال الأول عايزني أكمل العبارات من الكلمات اللي بين القوسين اللي هم أكبر من، أقل من، لأسفل، منخفضة، ظل المطر، عالية. تعالوا بينا نشوف العبارات. بتتميز التربة الصحراوية بإنها نقط الخصوبة. طبعا الإجابة هتكون إن التربة الصحراوية بتكون منخفضة الخصوبة، فكلمة منخفضة كده هنحط عليها رقم 1. الضغط الجوي على قمة الجبل. نقط الضغط الجوي عند سفحه. طبعا الإجابة بتكون أقل، لأن كل ما ارتفعنا كل ما قل الضغط الجوي، وقلت كمان كثافة الهواء، وكمان قل درجة الحرارة. أما بقى العبارة رقم 3، عندما يبرد الهواء بتزداد كثافته ويتحرك النقط. طبعا الإجابة هتكون إنه بيتحرك لأسفل. كلمة لأسفل دي هتبقى رقم 3. أما بقى رقم 4 آخر حاجة معانا، بتحدث ظاهرة نقط عندما يواجه الهواء الرطب سلاسل الجبال. طبعا الظاهرة هتكون هي ظل المطر، يعني هنكتب هنا كده رقم 4. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني يا سنة 6. ودلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني اللي بعنوان ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. رقم 1، بتنشأ الصحاري بفعل الكتل الهوائية القطبية الجافة. طبعا العبارة دي هتكون عبارة خطأ. أما بقى العبارة اللي بعدها، لا تتغير خصائص الغلاف الجوي بالارتفاع عن سطح الأرض. طبعا العبارة دي خطأ، لأنه خصائص الغلاف الجوي بتتغير بالارتفاع عن الأرض، بتقل كثافة الهواء، بتقل درجة الحرارة. أما بقى العبارة رقم 3، بتتميز سلاسل الجبال غالبا بجانبين رطب وجاف. طبعا العبارة دي صح. أما بقى السؤال التالت فهو عبارة عن إنه بيسعى المزارعون لابتكار طرق بتجعل التربة الصحراوية جافة خصبة مثمرة. أذكر 2 منها. طبعا من الطرق دي هي زراعة محاصيل بتتحمل حرارة الطقس، وإعادة استخدام الماء. أما بقى السؤال الرابع والأخير معانا في تدريبات الدرس الأول فهو بعنوان عرف الضغط الجوي. هو وزن عمود الهواء فوق منطقة ما. كده احنا بالشكل ده نكون انتهينا من حل تدريبات الدرس الأول الموجودة في صفحة 43. دلوقتي بقى هننتقل لحل تدريبات الدرس التاني. تدريبات الدرس التاني. السؤال الأول، اختر إجابة الصحيحة. تعالوا بينا نشوف العبارات. بيختص علم نقط بدراسة أحوال الطقس والتنبؤ بيه. طبعا العلم ده هو علم الأرصاد الجوية. بيستخدم جهاز نقط لقياس الضغط الجوي. طبعا جهاز البارومتر. أما بقى العبارة رقم 3، بتعتبر نقط أهم العوامل المؤثرة في أحوال الطقس. طبعا هي حرارة الشمس. أما بقى العبارة رقم 4، بتعرف كمية بخار الماء الموجودة في الهواء بنقط. طبعا الإجابة هتكون الرطوبة. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني، والسؤال التاني بعنوان أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطوفة. تعالوا بينا يلا نشوف العبارات. والعبارة رقم 1، بيهتم علماء الأرصاد الجوية بمعرفة تأثير بعض العوامل الأخرى مثل نقط على الغلاف الجوي. طبعا الإجابة هتكون إن العوامل الأخرى اللي بتأثر على الطقس هي التضاريس. أما بقى العبارة التانية، وتعتبر نقط أكثر الطرق الفعالة لتمثيل بيانات الطقس مثل الحرارة والرياح. طبعا الإجابة هتكون خرائط الطقس. أما بقى العبارة رقم 3، بيعرف وزن عمود الهواء فوق منطقة ما فهو طبعا الضغط الجوي. أما العبارة 4، الضغط الجوي عند سفح الجبل. نقط الضغط الجوي على قمة الجبل. طبعا الإجابة هتكون إنه بيكون أكبر من، يعني الضغط الجوي في الأسفل بيكون أكبر من أعلى. كل ما ارتفعنا لأعلى كل ما الضغط الجوي بيقل وكثافة الهواء بتقل وكمان درجة الحرارة بتقل. أما بقى العبارة 5 والأخيرة معانا، طبقة نقط الأقرب إلى سطح الأرض وبتحدث بها جميع ظواهر الطقس. طبعا هي طبقة التروبوسفير، هي دي الطبقة الأقرب إلى سطح الأرض. كده نكون انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال التالت. السؤال التالت بعنوان ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. العبارة رقم 1، بيستطيع خبراء الطقس
بيستطيع خبراء الأرصاد الجوية التأكد بنسبة 100% من أحوال الطقس في المستقبل؟ طبعا إجابة هتكون خطأ، لأنه خبراء الطقس لا يستطيعوا سوى التنبؤ ب40% من أحوال الطقس في المستقبل. أما بقى رقم 2، بيمكن قياس عوامل الطقس من ارتفاعات مختلفة. طبعا العبارة دي صح. العبارة رقم 3، لا يحتاج خبير الأرصاد الجوية إلى أي أدوات لدراسة الطقس والتنبؤ بيه. طبعا خطأ، لأنه خبير الأرصاد الجوية بيحتاج أدوات لقياس الطقس، وكمان أدوات كمان أدوات تانية لحمل أدوات قياس الطقس. أما بقى رقم 4، بتزداد كثافة الهواء كلما ارتفعنا لأعلى من سطح الأرض. طبعا عبارة خطأ، كثافة الهواء بتقل، الضغط الجوي بيقل، ودرجة الحرارة بتقل كل ما ارتفعنا لأعلى عن سطح الأرض. بيختلف تأثير الإشعاع الشمسي على الأسطح المختلفة من الأرض مثل الرمال والمياه. طبعا العبارة دي صح، لأن الرمال بتسخن بسرعة وبتبرد بسرعة، لكن الماء بقى بيسخن ببطء وبيبرد ببطء. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الثالث. دلوقتي بقى ننتقل للسؤال الرابع. السؤال الرابع عايزني أذكر أهمية واستخدام لكل من الترمومتر، هو قياس درجة حرارة الجو. أما بقى بالونات الطقس فأهميتها واستخدامها إن هي حمل أدوات قياس الطقس لارتفاعات عالية. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الرابع. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال الخامس والأخير. من أنا؟ عالم بيستخدم مجموعة من الأدوات لدراسة الطقس والتنبؤ بيه. طبعا دراسة الطقس والتنبؤ بيه ده علم الأرصاد الجوية، وأكيد العالم اللي يقدر إنه يقوم بالأمر ده هو خبير الأرصاد الجوية. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الخامس والأخير في تدريبات كتاب الأضواء، تدريبات على الدرس التاني في المفهوم التاني، الحرارة وتغيرات المناخ. طبعا التدريبات دي كانت موجودة في كتاب الأضواء في صفحة 48. بتمنى طبعا إن الفيديو يكون مفيد ليكم يا سنة 6، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله من فيديوهات قناة بوابة العلوم.